السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل طاجن لحمة بالخضار. صنف سهل قوي ولذيذ ومش بياخد وقت ولا مجهود، وهنعرف كمان ازاي نطلع اللحمة من الطاجن او من الفخار ده مستوية خالص من غير ما تتلسع ولا تتحرق. هتطلع لذيذة جدا. نعملها بقى جنب رز بشعرية زي ما انا عملت، جنب رز في الفرن او حتى جنب عيش، براحتكم خالص. بس قبل ما نبتدي يا ريت لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نشوف عملنا الوصفة دي ازاي. في البداية هجيب حلة سخنة على النار، هنزل فيها بمعلقة كبيرة سمنة فلاحي. بعد كده هننزل عليها بقطع اللحمة بتاعتنا، نكون مقطعينها مكعبات متوسطة او قطع صغيرة يعني شوية. هننزلها تاخد صدمة مع السمنة، وبعد كده هننزل عليها بورق لورا وفلفل اسود ورشة السكر بتاعتنا. طبعا بنحط رشة السكر عشان سوى اللحمة. هنقلب كله مع بعضه لحد ما اللحمة كده تبدأ تاخد لون. بعد كده هنزل عليها ببصل متقطع جوانح متوسطة. انا هنا حطيت 3 بصلات متوسطين، حابين بقى تزودوا البصل برضو براحتكم. هندي تقليبة للكلام ده كده، هندي تقليبة للبصل مع اللحمة لحد ما يتكرمل وياخد لون. بعد كده هنزل بحوالي كوباية كبيرة من المية المغلية عشان بس اللحمة تبدأ تدخل في السوا بنسبة كويسة. هنديها تقليبة وهنجرب كده بشوكة عشان بس نشوف اللحمة بدأت فعلا تدخل في السوا ولا لا. بعد كده هنزل ببطاطس متقطعة مكعبات متوسطة. هنا يا جماعة نوع الخضار وكميته ترجع لكم، وبرضو على حسب كمية اللحمة وعلى حسب عدد الأفراد اللي عندكم. برضو هندي الكلام ده كده تقليبة، وهنزل عليهم بكيس بسلة بالجزر كنت مفرزناها، وهنبدأ برضو نقلب. ممكن بقى نحط كوسة، ممكن نحط جزر شرايح. هنا برضو حطيت معاهم فلفل اخضر. بعد كده دوبت معلقة صلصة كبيرة في نص كوباية مية سخنة عشان بس اللون بتاعها كده يبقى في النهاية كويس. هنظبط الملح بتاعنا. عندي هنا بقى الطاجن او الفخار بتاعي، انا كنت بس مولعه الفرن ومسخنه البرام نفسه فاضي كده في الفرن. اديته دهنة سمنة فلاحي برضو. هبدأ انقل فيه الخضار بقى باللحمة بتاعتنا. هحطه في الفرن بس على الفرن من تحت مش الشواية، بالظبط نص ساعة. انا هنا غطيته بورقة فويل وبالغطا بتاع البرام نفسه، نص ساعة في الفرن من تحت. بعد كده هفتح عليه وهشيل عليه طبقة الفويل. شايفين اللحمة مستوية ازاي؟ بصوا الشوكة داخلة بمنتهى السهولة اهيت في اللحمة دايبة خالص. وطبعا طالما اللحمة استوت اكيد طبعا الخضار هيبقى مستوي. طبعا البسلة كده كده متفرزنة فواخدة برضو غلوة قبل ما تتفرزن، والبطاطس طبعا ما بتاخدش وقت في السوا. بعد كده هنا بعد ما حطيتها ربع ساعة تحت الشواية، لو حابين الصوص بتاعها يبقى فيها صوص شوية ما تطولوش عليها تحت الشواية، لكن احنا بنحبها كده تبقى متسبكة. طبعا بقى هنا عملت رز بشعرية، معلقة سمنة كبيرة نزلت عليها بالشعرية بتاعتنا، وبظبط عليها الملح من البداية عشان الملح بيخلي الشعرية كلها لون واحد. هندي تقليبة لحد ما توصل للون ذهبي دوت. هنزل عليها بكوبايتين رز مصري مغسولين عادي ومتصفيين، بديها كده تقليبة مع الشعرية ومع السمنة الأول، وبظبط الملح بتاعي زي ما قلنا من البداية. هنزل عليها بمية مغلية. هنا أنا كنت حاطة فلفل أسود بس مش عارفة هو ما بانش في الفيديو ليه. هندي تقليبة كده لحد ما الرز يتشرب المية بتاعتنا. هنوطي عليه النار خالص وهنغطيه. بعد ربع ساعة بالظبط الرز بتاعنا بيكون استوى ومفلفل زي ما انتم شايفين كده. حطينا بقى الرز وحطينا التورلي بتاعنا او الطاجن بتاعنا، يعني صراحة المنظر بيتكلم عن نفسه يعني. وصدقوني لو عندكم اطفال هياكلوا الخضار مع اللحمة، لان كل الموضوع كده دايب في بعض.